بدأت الحملة الصليبية على مصر عام 1249 بقيادة الملك لويس التاسع. اختار الصليبيون مصر هدفاً بدلاً من القدس لتحقيق النصر السريع. وصل الأسطول الفرنسي إلى دمياط واحتلها بدون أدنى مقاومة تذكر. ظنوا أن الطريق إلى القاهرة سهل، لكنهم كانوا مخطئين. لكن في المنصورة أظهر المصريون براعتهم في القتال. بقيادة فخر الدين والأمير بيبرس تم وضع خطة ذكية. السماح للفرنجة بالدخول إلى المدينة كان فخا محكما. بمجرد دخولهم هاجمتهم القوات المصرية بعزم وقوة. كانت المعركة دموية واشتهرت بشراستها في التاريخ. أسر الملك لويس التاسع وتم سجنه في دار ابن لقمان. دار ابن لقمان في المنصورة لا تزال شاهدة على الحادثة. انتهت الحملة الصليبية السابعة بفشل ذريع للفرنجة. كانت معركة المنصورة درسا في التكتيك والمقاومة. المصريين أثبتوا أن اجتيازهم يتطلب أكثر من قوة عسكرية. الحادثة أدت لتعزيز الروح الوطنية والدفاع عن الأرض.